أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل إيراد القصص أيا كانت على سبيل الدعوة من منهج السلف الصالح، أم يقتصر الإنسان على القصص التي وردت في الكتاب والسنة فقط؟ نعم، يقتصر على ما ورد في القرآن من قصص الأمم السابقة وما ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القصص عن الأمم السابقة لأجل الموعظة والاعتبار، وما عدا هذا لا يشتغل به. ما لم يثبت في الكتاب والسنة لا يشغل نفسه به ويشغل السامعين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل القيام بدعوة الناس إلى دين الله عن طريق تقليد أصوات النساء وحفظ أغاني المطربين والضحك والسخرية من لغات بعض الشعوب وتسجيل ذلك وجعله في أشرطة بنشره بين الناس، هل هذه دعوة على منهج الكتاب والسنة؟ أرجو التوضيح في ذلك، لأن هذا الأمر بدأ ينتشر في بعض الأوساط. هذه مهزلة ولا تنسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله جد وصدق من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لا يدخل فيها الهزليات والضحك وتقليد أصوات النساء والتمثيليات، كل هذا من الخزعبلات. نعم. ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الطرق، ولا دعا الصحابة ولا من بعدهم بهذه الطرق المحدثة التي يسمونها وسائل دعوة. نعم. فضيلة الشيخ صالح، من الله علي بالهداية وأقوم بحفظ القرآن الكريم، ويقوم المسؤول عنا بعرض مسرحيات إسلامية في الفيديو في قبو المسجد للطلاب لمشاهدتها وتأثرهم بها في المسجد. هل يجوز هذا العمل والبرنامج في المسجد؟ جزاكم الله خيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. المسرحيات ما تجوز لا في المسجد ولا في غيره، لكن في المسجد أشد. التمثيليات والمسرحيات هذه من اللهو واللعب ولا تجوز، وليست هي من عمل المسلمين، وإنما هي من أعمال الكفار، فلا تجوز في المسجد أو خارج المسجد، وعرضها في المسجد أشد، فهذا منكر يجب منعه، ويجب أن هذا الرجل يوقف عند حده ولا يترك يلعب على الأطفال وعلى الطلاب بهذه الطريقة. نعم، يربيهم على التمثيليات وعلى المسرحيات ويخلطها مع تعليم القرآن وفي بيت من بيوت الله، هذا أمر لا يجوز. نعم. وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يبينوها للناس، وأن يتجولوا في القرى وفي البوادي ويوضحوا هذا الأمر للناس، لأنهم والله أمانة في أعناق طلبة العلم وفي أعناق الدعاة. هذا هو المطلوب. أما أن نتكلم عن قضية الجزائر أو قضية فلان أو فلان، هذه مش فائدة الناس منها. فائدة البدو في الصحراء أو الناس في القرية أو العوام مش فائدتهم من هذه الأمور. نخرق عليهم بالكلام بالسياسة، والجهة الفلانية فعلت كذا، وأمريكا سوت كذا، وإنجلترا عملت كذا، مش فائدة الناس منها، وهم واقعون في الشرك ولا تبين لهم هذا الشيء. وهم يجهلون قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة ولا تبين هذا لهم. هذه دعوة إلى الله عز وجل. يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. دعاة إلى الله يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة وتعليم وإرشاد وتوجيه فيما ينفع الناس، وأيضا معالجة ما وقع فيه الناس في بلدهم وفي أنفسهم. أما أن تجلب لهم مشاكل من بعيد تبين يعالجون قضية أمريكا، هم يعالجون قضية أمريكا ولا قضية الجزائر ولا قضية السودان، ولا هم مساكين لا يجدهم شيء. وأيضا هم واقعين فيما هو أخطر من ذلك، وهو الجهل، فساد العقيدة. لماذا لا تعالج هذا الأمر؟ إن كنت تدعو إلى الله على بصيرة، تدعو إلى الله حقيقة، فالواجب علينا أن نتنبه لهذا. أنا ما غرضي من هذا الكلام أن يتنقص أحدا، لا والله، ولكن غرضي أن أبين الطريقة الصحيحة للدعوة ونفع الناس وإنقاذ الناس،
مما هم واقعون فيه. هذه الأبواب من أبواب كتاب التوحيد هذه تعالج واقع الناس. لماذا لا نشرحها للناس ونبينها للناس ونوضحها ونحفظهم هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ لماذا لا نحفظهم ونشرحها لهم ولو شرحا وجيزا قدر أفهامهم ينتفعون بها؟ هذه الدعوة إلى الله عز وجل وهذا العلم النافع. تعلمون الدعاة ماذا أثر؟ تعلمون الوقت قريب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كيف أثر في دعوته من الإصلاح والنفع للمسلمين الذي لا نزال نعيشه ولله الحمد. الشيخ عبد الله القرعاوي في الجنوب كما تعلمون إلى عهد قريب، والآن تلاميذه وطلابه ماذا أثر من الخير؟ الشيخ فيصل بن مبارك في الشمال ماذا أثر من الخير؟ ولا يزال تلاميذه الآن مصابيح هدى يبينون للناس. ما يروح يجيب لهم مشاكل خارج، هذه الدعوة إلى الله. هذا اشتغال بأمور لا تفيد الناس ولا تحل مشاكلهم ولا تصلح فسادهم، وإنما تلخبط أفهامهم، وقد تسبب أيضا سوء الظن بالمسلمين وبولاة الأمور وتفرق الكلمة. الواجب علينا أن نتنبه لهذا. أنا ما أقول هذا من أجل الغمط من أحد، لا والله، ولكني أتأسف على واقع الدعوة الذي تردى إلى هذا المستوى. ونسأل الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى الصلاح والفلاح والاستقامة والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينفعنا وفيما ينفع الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لما فيه خيرنا وخير أمتنا وصلاحنا وصلاحهم، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير للأمة وما فيه صلاح الأمة حد أطراف المملكة. وفيه جهال كثير صار يحاضر بينهم بحقوق الإنسان، المحاضرة التي ألقاها في حقوق الإنسان، وهم أكثرهم باديه الجهال. وش علاقتهم بهذه الأمور حقوق الإنسان؟ هم واقعين في شرك، في جهل في أمور دينهم، في خلل في صلاتهم، في عبادتهم. لماذا لا تكون المحاضرة في هذا الشيء؟ ينتفعون منها ويستفيدون منها. أما حقوق الإنسان وهم رايحين يعدون حقوق الإنسان. نعم.